السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. اليابان من الدول اللي بتحترم الطلبه والطلاب وبتتمنى ان الطلاب يجوا يدرسوا عندها، وده من خلال ان الحكومه بتدي تسهيلات ودعم للطلبه على حد سواء مع المواطنين اليابانيين هنا. ولكن مش كل حاجه حلوه هتلاقيها حلوه دايما او حلوه على طول الابد. ده سبب انا هسيبه في الاخر، ان اليابان ما بقتش زي الاول اللي هي الدولة الكيوت الكويسة اللي ما بتعملش حاجة وحشة. في بداية السنة الجديدة اليابان هتبقى مختلفة تماما عن اللي حضراتكم تعرفوه. Japan is cracking down on immigration. The new president of the ruling party, Sanae Takaishi, who looks set to be elected prime minister by the parliament, said immigration was to blame for rising crime and unfair competition with Japanese workers. طيب في الفيديو ده احنا هنمشي بالظبط في الخطوات التالية. اول حاجة وهي دراسة اللغة، تاني حاجة وهي التكاليف، بعد كده الفيزا، بعدين الشغل. بخصوص كل اللي هنتكلم عليه النهاردة انا هسيب لكم المصادر كلها في الوصف تحت الفيديو. طيب اول حاجة هنتكلم فيها وهي ازاي منظومة التعليم في اليابان شغالة اصلا. معظم الجامعات اليابانية بتبدأ من ابريل لمارس، ومن أشهر أطول 3 أجازات في اليابان وهما الصيف والشتاء والربيع. أجازة الصيف بتبقى تقريبا شهر، من نص شهر 7 إلى نص شهر 8، وأجازة الشتاء بتبقى من نص شهر 12 إلى نص شهر 1. أما الربيع فبيكون من نص شهر 3 إلى قبل الدراسة ما تبدأ بيومين أو 3 أيام. سواء الجامعات، سواء المدارس اللغة، سواء الحضانات، أصلا كل حاجة هي بتبقى منظومة واحدة لكله. طيب وده هياخدنا لنقطة رقم 2 اللي أنا عايز أدرس طيب لغة في اليابان، إيه اللي أنا المفروض أعمله علشان أدرس اللغة. رقم 2 وهي الاختبار الأساسي وهو GLPT. ده بيكون اختبار بيقيس مستوى الطالب اللي جاي يدرس اللغة اليابانية، هو واصل لقد ايه في اللغة. لو جينا نقسم المستويات دي ل5 مستويات، ال N5 وال N4 ده يعتبر الاتنين مع بعض ده اسمه المستوى البدائي، اللي بيعرفك الحروف، الكلمات البسيطة، وده بقى اللي بيكون أساسي لدخول مدرسة اللغة عشان تكون فاهم المدرس اللي بيشرح، على الأقل تعرف تتواصل معاهم حتى لو بكلمات بسيطة. التقديم على الاختبار GLPT بيبقى من كل أنحاء العالم مش من اليابان بس، وبيبقى مرتين في السنة، شهر 6 وشهر 12. هنيجي للاختبار الياباني اللي بعد كده وهو EJU، وده اختبار محدد بس للطلبة الأجانب اللي هم عايزين يدرسوا في الجامعات اليابانية. وده بيكون الاختبار عن جزء منه للغة اليابانية، زائد بيبقى برضو عن الجغرافيا في اليابان، التاريخ، شوية تاريخ يعني بسيط، ومعلومات عامة عن اليابان عامة. ان نتيجة الاختبار ده بتبقى صالحة لمدة 2 سنين بس. التقديم عليه بيكون برضو مرتين في السنة وهو شهر 2 وشهر 11. مدارس اللغة في اليابان عادة بتبقى مدتها 1.5 سنة ل2 سنين. مصاريف مدارس اللغة كاش مرة واحدة، يا اما انت بتقسط المبلغ في خلال دراستك للمدرسة دي. يعني انت ممكن تدفع مبلغ بس كمقدمة للمدرسة، بيديك عن طريقها الفيزا وبتيجي هنا البلد بتدرس، وانت بتدرس فتقوم تشتغل مع الدراسة. الفلوس اللي بتجيلك دي تقدر ان انت تدفع منها قسط المدرسة اللي انت عليك. بتخلص القسط من هنا تكون خلصت دراسة اللغة من هنا، بعد كده بتبدأ ان انت تروح على الجامعة. بالنسبة للجامعات 60% من الجامعات في اليابان بتشترط اختبار EJU. وبيننا بنتكلم على الدراسة الجامعية في اليابان، فأنا أحب أنوه بس إن الدراسة الجامعية في اليابان هي نوعين: دراسة باللغة الإنجليزية ودراسة باللغة اليابانية. أول حاجة دراسة بالياباني، ودي هتحتاج زي ما قلنا اختبار EJU، وده تقدر تعرف كل مواعيده من موقع جاسو، هسيبهولك في وصف الفيديو ده. طيب الدراسة بقى باللغة الإنجليزية دي بقى حاجة بتختلف من جامعة للتانية. وبما اننا لسه بنتكلم على الجامعات، كتير من حضراتكم سألوني برضو عليها ايه هي المنح المتاحة في الدراسة لليابان. انت عندك منحتين هم من اشهر المنح اللي موجودة في اليابان. اول واحدة وهي منحة ميكست، دي بتكون منحة من الحكومة اليابانية نفسها، بتبقى شاملة كل حاجة، كل مصاريف الدراسة، انت ما بتدفعش حرفيا جنيه. دي التقديم عليها بيبقى من السفارة اليابانية في بلدك اللي انت فيها، او بتكون من عن طريق ترشيح الجامعة. يعني سواء انت ممكن تدرس في مصر في جامعة مثلا اداب مثلا ياباني او كده، الجامعة نفسها بترشحك للمنحة دي مباشرة مع الحكومة اليابانية، وبيتواصلوا مع الجامعة ساعتها، وانت ساعتها بتتقبل من عن طريق ده. وتاني اشهر منحة برضو هي الجاسو.
Japan Student Services Organization، ودي للطلاب اللي هم بتوع التبادل. طب انا ربنا كرمني وجيت اليابان سواء عن طريق اللغة وعليا اقساط المدرسة عايز ادفعها. طيب اعمل ايه؟ انا جيت انا عايز اشتغل، وهي النقطة اللي هنتكلم عليها بعد كده، وهي الشغل مع الدراسة في اليابان. عادة مش مسموح لك ان انت اصلا تشتغل قانونا، ولكن انت تقدر ان انت تروح مكتب الهجرة وتاخد حاجة اسمها اذن العمل، ولكن ده بيكون محدود ب 28 ساعة في الاسبوع. 28 ساعة في الاسبوع يعني انت اشتغلت في الاسبوع كذا يوم، فانت بتحسب كام ساعة اشتغلتها. المهم الاسبوع بتاعك ما يعديش ال 28 ساعة. التزم بعدد الساعات اللي هم بيقولوا لك عليها، ودي نصيحتي ليك. طيب هنتكلم سريعا على انواع البارت تايم. انا خلاص خدت الاذن، تمام، جاهز للشغل. طيب ايه الشغل اللي انا اقدر اشتغله؟ انت عندك اولا حاجتين: شغل بيتطلب لغة، وشغل ما بيتطلبش لغة اصلا. لو انت اصلا جاي وعارف بشوية لغة تقدر تتعامل، يعني هتشتغل في الحاجات اللي هي بتتطلب ياباني، بتبقى احسن شوية، ممكن اريح شوية. طيب لو انا معرفش لغة وجاي صفر زي بالظبط كده، انا كنت جاي ابيض، الانواع التانية هي شغل في المصانع او في الشركات الشحن مثلا. فده طبيعي، يعني في الاول انت تشتغل شغلانات مش محتاجة لغة بتبقى متعبة شوية في الاول، ولكن بتتحسن انت مع نفسك بعد كده، سواء ان انت بتذاكر بقى وتخلص اللغة مدرسة اللغة، تبدأ بقى ان انت تروح الشغل اللي محتاج اللغة، بيبقى طبعا افضل واحسن ومرتبه حتى اعلى شوية. ليه انا بقول دراسة اللغة اليابانية هي اهم حاجة اصلا في لو انت عايز تعيش في البلد هنا؟ لان بدون اللغة انت مش هتعرف تاخد حقك. ممكن يحصل لك تنمر سواء في المصالح الحكومية وانت بتشتري حاجة مثلا من اي حتة، حتى من السوبر ماركت حتى. حته ان انت مش متقن للغه. اليابانيين اصلي مش زي ما هم، يعني ان احنا للاسف يعني صورنا ان هم اليابان دي كوكب بقى وتاني وناس محترمه. لا، هي ناس عاديه جدا جدا. منهم اللي بيكره الاجانب اساسا، منهم اللي بيستفز لما يجي مثلا اللي قصاده ما مش عارف يفهمه مثلا. الحاجات الطبيعيه بتاعت البشر دي طبعا موجوده. طيب انا بلاقي الشغل منين؟ يعني انا اصلا ما اعرفش اللغه وجاي ابيض خالص زي ما انت قلت، الاقي الشغل ازاي بنفسي؟ بص، من هنا انت عندك يعتبر طريقين تقدر تلاقي عندهم الشغل. واول طريق وهو اسهل طريق وهي المدرسة اللي انت تابع ليها، وهم لازم ان هم هيجيبوا لك شغل ويدوروا لك على شغل كمان. طيب وتاني حاجة هتساعدك تخليك تدور على شغل، وهو مكان الحكومة بتقدمه لك، وهو اسمه هالو وورك. من الاماكن ان الحكومة بتوفرها سواء اليابانيين او الاجانب، بيكتبوا لك السي في. وده صحيح السي في الياباني، ده هو السي في الياباني يبقى شكله عامل كده. لو جينا هنا بصينا على اول حاجة الصورة محطوطة هنا، وبعد كده الاسم، العنوان، ده العنوان، رقم التليفون، دي خبراتك، يعني في سنة كذا شهر كذا اشتغلت في كذا. الصفحة اللي على اليمين هنا بيبقى موجود فيها ان انت مثلا معاك شهادات، يعني او معاك مثلا رخصة عربية، فده يعتبر هنا يديك انها شهادة. يعني هنا معاك مثلا تويك، معاك مثلا مدرسة لغة تكتبها، وهكذا. طيب والخطوة اللي بعد كده اللي هو أنا خلاص درست مدرسة اللغة والحمد لله اتخرجت وخلاص، وعايز بقى إن أنا أشتغل، عايز إن أنا أحول الإقامة بتاعتي من إقامة طالب لعمل لشغل. وانت بتدرس في مدرسة اللغة، انت لازم بتستعد مرحلة الشغل بقى اللي هي بتبقى بعد التخرج. يعني بتذاكر ياباني كويس جدا، عشان لو حبيت تشتغل في شركة يابانية مثلا، المستوى الياباني اللي انت عارفه بيفرق جدا في ممكن مرتبك، او بيفرق كمان في البوزيشن اللي انت تخش فيه. وبعد التخرج سواء ان انت لقيت شغل بقى عن طريق المدرسة او الجامعة اللي انت بتدرس فيها من ترشيحهم، او عن طريق الهالو وورك اللي احنا قلنا عليه، عايز بقى ان انا احول الفيزا بتاعتي من طالب لفيزا عمل. من اهم الاجراءات وارعبهم لاي طالب جه هنا ودرس في اليابان قبل كده، مكتب الهجرة بيشوف انت من ساعة ما رجلك خطت البلد دي الى ان هم هيحولوا لك الفيزا او الاقامه اللي من طالب لعمل، عملت ايه بقى في الفتره دي؟ هل دفعت فواتيرك كويس؟ هل دفعت ضرايب اللي عليك كلها؟ ما تاخرتش؟ فبتبقى الموضوع متوقف على ايه السلوك اللي انت اخدته اثناء تواجدك في او الدراسه في اليابان كطالب. طيب افرض انا مثلا خلصت الفيزا، خلصت مني وانا لسه بدور على شغل، او مش عاجبني الشغل اللي متقدم لي،
وعاوز لا حاجة معينة. في الحالة دي المكتب الهجرة بيديك من 6 أشهر لسنة اللي هي تدوير على العمل. طيب أنا دلوقتي عاوز إن أنا أحصل بقى على الإقامة الدايمة أو الجنسية. الإقامة الدايمة أولا هي يعتبر من أصعب الحاجات اللي ممكن تحصل عليها طبعا في اليابان. لازم تتم في اليابان 10 سنين شغال أو اللي هو مقيم. لو أنت طبعا اتجوزت من واحدة يابانية بيبقى 3 سنين بس. 3 سنين دي بعد كده بتاخد الإقامة الدايمة، من 10 بتبقى ل3. لو خدت الإقامة الدايمة مثلا النهاردة بيحق لك تاني يوم على طول تقدم على الجنسية، ولكن تقديم على الجنسية بيختلف طبعا من الإقامة الدايمة، وإن هو مش أنا طلعت لي الإقامة الدايمة فطلوع الجنسية ده يبقى أسهل. لا، الموضوع برضو مش كده. الإقامة الدايمة أنت ممكن تاخدها وأنت مش عارف ياباني أساسا، أو مش بيشترطوا أصلا إن أنت تبقى عارف ياباني، ومش بيشترطوا اصلا ان انت تتكلم ياباني. يعني الاقامه الدايمه ممكن تلاقي واحد واخدها وهو اصلا طول حياته ما مسكش قلم كتب بيه ياباني ولا حتى قرا جمله يابانيه على الحيطه. ولكن الجنسيه اليابانيه بيشترط ان انت تبقى واخد على الاقل اللي هو اللي قلناه في الاول فيديو الGLBT، وده اختبار اللغه اليابانيه. لازم تبقى اللغه اليابانيه بتاعتك انت ممتازه، يعني تتراوح ما بين الN1 والN2 في المستوى. في شوية حاجات انت لازم تاخد بالك منها، وفي شوية حاجات انت ممكن تتفاجأ بيها. في الآونة الأخيرة في أجانب كتير جدا بيعملوا حاجات بتسيء للأجانب عامة. انت يعتبر غصب عنك مسؤول عن تصرفات ان انت ناس اصلا انت مالكش دعوه بيهم او ولا ليك علاقه بيهم، بس هم لو عملوا تصرف مش كويس انت هتتضر. هيتقال ان الاجانب وحشين، الاجانب بيعملوا كذا. في الفتره الاخيره للاسف حصل بعض طبعا الحوادث الفرديه من الناس، منهم اللي راح كسر معبد. طبعا الكلام ده ظهر في الاعلام وجي على التلفزيون. ده موقف فردي من واحد اثر على الجاليه المسلمه في اليابان كلها. مثلا اللي منكم هيجي اليابان يدرس خد بالك من شويه حاجات انا عايز اضيفهم في الفيديو. اول حاجه ما ينفعش ان انت تتكلم في التليفون في المواصلات العامه. يعني انت لو راكب اتوبيس او مترو ما ينفعش منعا باتا تتكلم في التليفون بصوت عالي في المواصلات العامه. طيب وتاني حاجه بالليل ما ينفعش وانت ماشي في الشارع تتكلم بصوت عالي. تالت حاجه وهي التدخين في الاماكن العامه. رابع حاجه هنتكلم عليها وهي رمي الزباله. بيبقى فيها اماكن معينه، اوقات معينه لرمي الزباله، ما يبقاش كده كل الزباله مره واحده، لا بيبقى بتتقسم. لازم تاخد بالك من المواعيد لكل منطقه. اصلا الجدول بتاعها تعرفوا منين؟ من مجلس المدينه. بتروح هناك يا جماعه انا العنوان بتاعي الفلاني، انا عاوز الجدول بتاع الزبالة عندي. بعد كده سادس حاجة وهي التأخير في المواعيد. يعني لو المدرسة مثلا قالت لك تعالى الساعة 5 يبقى الساعة 5، ما ينفعش تبقى الساعة 5 تروح لهم 6. طيب وسابع حاجة وهي حاجة يعني وهي الكلام بصيغة العامة مع الاشخاص اللي هم زي المديرين او مثلا المسؤولين الكبار او الاشخاص الاكبر منك. في اليابان في اللغه في اسلوبين للكلام. اسلوب اللي هو العامه انت بتتكلم فيه مثلا مع العيله الاصدقاء وكده، واسلوب بتتكلم فيه اللي هو اسلوب الاحترام بقى. فما ينفعش ان انت تخلط ما بينهم. في النهايه لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشاركوا الفيديو ده مع ناس ممكن تكون محتاجه تسافر لليابان. في الخلاصه لو حد فيكم محتاج اي مساعده من ناحيه تنظيم الورق او تظبيط الورق او اي سؤال خاص بالشغل في اليابان ابعت لي على طول وهرد عليك ان شاء الله في اقرب وقت. واشوفكم في الفيديو القادم باذن الله تعالى. سلام عليكم.